اهم التحضيرات والتجهيزات اللي بيعملها العيان قبل العمليه ان احنا نفهم طبيعه الدايت هابتس بتاعته، طبيعه اكله، طبيعه اللايف ستايل بتاعه، عشان نختار العمليه المناسبه ليه. زي ما قلنا قبل كده كتير ان العمليه مش سحر، وان العمليه دي عباره عن اداه مساعده للعيان لو استخدمها صح بيخس في الوزن، بيوصل للوزن المثالي وما بيرجعش يزيد تاني في وزنه. فمن اهم التحضيرات نفهم طبيعه العيان واللايف ستايل بتاعه عشان نختار له العمليه المناسبه. بجانب بقى التحضيرات الروتينيه اللي هي تحضيرات تحليل الدم والاشعاعات والفحوصات على حسب الحاله المرضيه لكل عيان. يعني المريض اللي عنده قلب او ضغط او سكر ممكن يخضع لتحليلات وفحوصات اكتر، المريض اللي ما عندوش الحاجات دي بيبقى بيخضع لفحوصات اقل. تحضير برضو بعد العمليه اللي هو الصيام بقى، التحضير قبل العمليه بيوم اللي هو الصيام قبل العمليه من 6 ل 8 ساعات، يوصل للمستشفى قبلها بساعتين 3، بيلبس لبس العمليات، جوه اوضه العمليات بنقوم بالتحضيرات الكامله، طريقه التخدير والجراحه نفسها، وبعد كده بنبدا في متابعه العيان من بعد ما بيخرج من العمليه بساعتين لغايه لمده سنه. ففي تحضيرات مهمه جدا زي اللي قلناها اللي هي التحضيرات النفسيه والتاهيل النفسي للعيان ومعرفه طبيعه اكله، والتحضيرات بقى اللي هي العلميه اللي هي التحاليل والاشعاعات، الجزء التقني العمليه نفسها والتخدير والجراحه.